السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة على ماما بلا. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد المسمن الخامر ديال الفران، كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم من الرضا ديالكم. اول حاجه غادي نبدا بها باستعراض المقادير، وفي نفس الوقت غادي نخدم معكم الطريقه. عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 60 غرام ديال دقيق الفينو، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال سكر سنيده او سكر خشن، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، كيس ديال سكر فاني مع ديال 7 غرام، ومعلقه صغيره ديال الملح دائما كتبقى حسب الذوق، 5 المعالق كبار ديال زيت المائده. وغادي نجمع هاد العجين بجوج كيسان ديال الحليب دافئ ما يعادل 300 ملل ديال الحليب، وغادي نضيف عليهم من بعد واحد ربع كاس ديال الماء يكون دافئ. كيف ما كتعرفوا الدقيق كيختلف، يعني كاين الدقيق اللي تيكون ناشف وكاين الدقيق اللي تيكون عادي. المهم بالنسبه للسوائل تقدروا تحتاجوا اقل من يعني من جوج كيسان ديال الحليب او اكثر، يعني الكميه ديال الماء ما كنتحكموش فيها، دائما كتبقى حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي هنايا غادي نجمع العجين ديالي على هذه الطريقه، وغادي ننزلها على سطح العمل او على الرخامه، وغادي ندلكها بهذه الطريقه. نحاول ندلكها مزيان، ضروري كندلكها مزيان. وإلا بغيتو يعني تديروا هاد العمليه او لا تعجنوا هاد المسمن هذا في العجانه ممكن، غير هي خصنا ندلكوه مزيان حتى غادي نحصلوا على واحد العجين يكون رطب. وصافي كنقسمها على شكل كويرات، اولا غادي نقسمها على واحد العدد يكون زوجي. هنايا تقريبا حصلت على واحد 14 كره صغيره، كل كره تقريبا كتوزن 70 غرام. صافي غادي نكورهم وغادي ندهنهم بشويه ديال الزيت بطبيعه الحال، وغادي نديرهم في واحد البلاطو حتى هو يكون مدهون بشويه ديال الزيت، وغادي نغطي عليهم ببلاستيك غذائي، وغادي نخليهم تقريبا واحد نص ساعه حتى كيرتاحوا ليا مزيان. عاد غادي نشكلهم. هنا عندي الزبده، عندي الزيت، وعندي دقيق الفينو باش غادي نورق هاد المسمن. غادي ناخذ اول كره بعد ما ارتاحت ليا مزيان، ضروري غادي نخليوها تقريبا هاد الكره ترتاحوا واحد نص ساعه تقريبا كيف ما قلت لكم. صافي وغادي ناخذ اول وحده غادي نورقها بهذه الطريقه، وغادي ندهنها بشويه ديال الزبده ونرشها بشويه ديال دقيق الفينو، وغادي نربعها كيف ما كتشوفوا بحال المسمن العادي، يعني غادي نحصل على واحد المسمنه تكون مربعه. وغادي ناخذ الكره الثانيه، وضروري كندهنوا الرخامه بشويه ديال الزيت، وغادي نورقها حتى هي مزيان، وغادي غادي ندهنها بشويه ديال الزبده ونرشها بشويه ديال دقيق الفينو. بالنسبه للدقيق الفينو تقدروا تعوضوه بشويه ديال الكاوكاو او اللوز يكون محمر ومطحون، ونرشوا به المسمن ديالنا حتى هو كيجي زوين بزاف وكيعطي واحد اللذه لهاد المسمن. صافي هنا كناخذ المسمنه الاولى وكنديرها في قلب المسمنه الثانيه، وكنطوي عليها بحال هذا الشكل عفوا. صافي وغادي نستمر، غادي ناخذ الكره وحده اخرى، وغادي حتى هي غادي نسمنها اولا غادي نورقها بهذه الطريقه. ضروري كنورقها مزيان تقريبا حتى كتبان لي الرخامه في يعني في العجين، وكندهنها بشويه ديال الزبده، وكنرشها بشويه ديال دقيق الفينو اولا السميده، اولا كيف ما قلت لكم شويه ديال الكاوكاو يكون محمر ومطحون، اولا اللوز حتى هو يكون محمر وطحون، ونخلطوا معاه شويه ديال سكر سنيده الا بغينا. صافي تنربعها على هذيك الطريقه كيف ما كتشوفوا بحال المسمن العادي، وكناخذ كره واحده اخرى وكنسمنها حتى هي بنفس الطريقه، اولا كنورقها حتى هي بنفس الطريقه، وكندهنها بشويه ديال الزبده، كنرشها بشويه ديال الفينو، وكنحط في قلبها المسمنه يعني اللي ربعتها من قبل، وكنطوي عليها بهذا الشكل. وما بين طيه وطيه كندهن بشويه ديال الزبده وكنرش بشويه ديال الفينو. صافي هنايا كما كتشوفوا بعد ما كملتهم كاملين حصلت على واحد 7 ديال المسمنات. غادي نغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد ربع ساعه، وغادي ناخذ اول وحده بعد ما ارتاحوا ليا مزيان. كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت وكنبدا نبسط فيهم بهذه الطريقه. والسمك ديال هاد المسمن ما خصوش يكون رقيق بزاف وما يكونش غليظ، يعني بين وبين. صافي هنايا غادي نستمر، غادي نبقى نورق في المسمن ديالي بهذه الطريقه،
وكنحط في الصفيحة اللي فرشتها بورق الزبدة، اولا ندهنوها غير بشويه ديال الزيت الا ما كانش متوفر عندنا ورق الزبده. صافي غادي نبقى مستمره حتى نكمل العدد اللي عندي كامل. يعني في الاول كما قلت لكم قسمت العجين على 14 كره ودرت وحده في قلب وحده، وحصلت على 7 ديال المسمنات. صافي وغادي نخليهم حتى كيخمروا ليا مزيان، ضروري كنخليهم يخمروا. عاد كندهنهم بشويه ديال البيض يكون مخلط بنسكافيه وقطرات من الخل، كندهنوه مزيان بالبيض. ممكن ديروا بيضه كامله او اصفر بيضه، المهم داكشي اللي بغيتو نتوما. وصافي كناخذ واحد الشفره وكنفلحهم بواحد الطريقه غادي تشوفوا معايا، بطريقه مائله. كيف ما يمكن لينا ناخذوا واحد الموس يكون حاد. انا هنا خديت واحد الشفره وفلحتهم بهذه الطريقه. تقدروا تخليهم غير هكاك يعني بلا ما تفلحوهم، حتى هما كيجيو زوينين، كيجي الشكل ديالهم راقي الا فلحناهم. وكندخلهم الفران كيطيبوا. ضروري خص الفران يكون سخون من قبل، عاد كندخلوا ليه المسمن ديالنا، غير كنحسوا به بدا كيتنفخ كنقصوا عليه النار وكنخليوه يطيب على خاطرو. صافي هنايا بعد ما طاب المسمن ديالي خرجته من الفران كيف ما كتشوفوا كيجي محمر وكيجي رائع. غادي ناخذ شويه ديال العسل وغادي ندهنه مزيان بشويه العسل من الفوق. تقدروا تعوضوه بشويه ديال الناباج الا كان متوفر عندكم، اولا شويه ديال المربى. بغيتو دهنوهم دهنوهم، بغيتو تسقيوهم يعني سقيوهم بالعسل. انا فضلت غير ندهنهم غير من الفوق. صافي وغادي نرشهم بواحد شويه ديال الجلجلان من الفوق يكون محمر. ضروري خصنا نحمروا شويه ديال الجلجلان اولا شويه ديال اللوز ايفيلي او كاوكاو، المهم داكشي اللي متوفر عندنا كنزينوا به هاد المسمن ديالنا. انا هنا عندي جلجلان حمرته وزينت به المسمن ديالي على هاد الطريقه. وضروري هاد الجلجلان خصو يكون محمر باش كيعطي واحد لوغو زوين لهاد المسمن. او تقدروا ترشوه غير بشويه السكر كلاصي من الفوق، يعني بلا ما ديروا ليه العسل، رشوه غير بشويه السكر كلاصي كيعطيه حتى هو واحد اللذه، كيعطيه مذاق زوين. واخيرا كان هذا هو الشكل النهائي ديال هذا المسمن الخامر اللي شاركت معكم. كيجي رائع وكيجي لذيذ وكيجي مقرمش من الفوق ومن داخل تيجي رطب وزوين بزاف. وضروري خصكم تخليوه يخمر، لانكم لما خليتوش حتى خمر راه ما غاديش يجي زوين، غادي يجي شويه قاصح او لا يجي، المهم ما غاديش يجي زوين الا ما خليتوش حتى خمر. ضروري خصو يخمر. وغادي نقطع معكم واحد المسمنه باش غادي تشوفوها كيفاش كتجي من داخل. كتجي ممرقه وكتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا المسمن. وإلا عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لنا لايك وتعليق واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، طبيعة الحال فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم بحول الله.